للذين اتقوا أفلا تعقلون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، ثم نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما نعرف جميعا أن هذا البرنامج من البرامج التي تقام هنا سنويا أو تعقد هنا سنويا في رحاب هذا المكان المبارك، وخاصة في هذا الوقت المبارك، ألا وهو برنامج مسابقة الدكتور عبد الرحمن السميت. ونرحب بكم جميعا في هذا البرنامج المبارك. وقبل أن ندخل في الموضوع، نرحب جميع الحضور بداية من أخينا وسيدنا محمد منجم، أنت مرحب في هذا البرنامج. وكذلك نرحب جميع ممثلي المراكز في هذه الدولة، مراكز الأربعة، مدير مركز برفود، مدير مركز توبا كوتا، وكذلك مدير مركز بنجلوندي ومدير مركز فرفني. ولا ننسى أن نرحب الحكم الذين قاموا بهذا الجهد المبارك لتحقيق هذا البرنامج المبارك، بداية من دكتور عيسى جوب وزملائه دكتور عثمان فوفنا وكذلك الأستاذ مصطفى سين. نرحب بكم جميعا في ختام هذا البرنامج المبارك الذي أنتم ساهمتم في إنجازه. وكذلك نرحب بزعيم قسم التوعية وهو شيخ وأستاذنا أحمد سابلي، نرحبه بكل الترحيب في هذا البرنامج. هو من الذين يشاركون وأيضا يبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ أمور دعوية أو برامج دعوية، ممثلا لمكتب الرئيسي في غامبيا. وكذلك نرحب بالممثل قسم الأيتام في مركز برفود أبو بكر با. وبعد ذلك نرحب جميع الحضور من الأساتذة الذين جاءوا من المراكز والمدارس القرآنية، وكذلك الطلاب الذين شاركوا في هذه المسابقة. ونرحب جميع الحضور من البنات والبنين وجميع الضيوف. ذكرنا اسمك أم لم نذكر، نرحب بك في هذا البرنامج القيم. وكذلك جميع الزوجات الأساتذة الموجودة في هذا المكان. وكذلك إن شاء الله تبارك وتعالى كلمة مدير مكتب غامبيا سيتولى بإلقاء كلمته، وبعد ذلك نقوم بتوزيع الجوائز على الفائزين بإذن الله وثم الإفطار. This is a program that is normally conducted here annual basis. So in not talking much, we really invite all of you or welcome all of you to this particular gathering, which is very, very important. That is the Quranic competition for Dr. Abdullah Sumeiti. Like we all know, this guy is the one who established this particular company. He is really a philanthropist that really contributed to the changing lives of people in Africa. We can never forget him, and we are all under his shadow, so we have to always remember him. He's actually a medical doctor, like we know,
and he turned to be a da'i to establish this company worldwide, particularly in Africa. Over 30 countries you have this company established there by this particular sheikh. So we pray for him. May Allah grant him Jannatul Firdaus and his family. And like I said, we welcome all of you here, all those on the high table here, you are all welcome. ومن هذا المنطلق نبدأ البرنامج وندعو الطالب الذي يقرأ آية من الذكر الحكيم وهو الطالب عبد الله دمبا سيسي فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. And now we're going to the second point, that is the welcoming remarks by the center manager. Like every compound you go, there must be a leader who is taking care of the particular premises. So we are going to give him the welcoming remarks to welcome all of us to this particular gathering. Sheikh wa Mudir Markaz bin Isa فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لي في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام المباركة وفي هذه المناسبة المباركة مع هذه الوجوه المباركة بإذن الله عز وجل أن أتقدم بين يديكم أصالة عن نفسي ونيابة عن موظفي مركز بروفوت والمكتب ككل في حضرة هؤلاء المتسابقين في هذه المسابقة القرآنية للدكتور عبد الله الصميط رحمة الله عليه. وإنها لسنة مباركة جرت العادة على إقامتها كل سنة، ولنا الشرف في مركز بروفوت أن نستقبلها ونستقبلكم من خلالها بإذن رب العالمين. فلا يفتني إلا وأن أرحب بالحضور الكريم، بداية من مدير المكتب أخ عبد اللطيف ورحو، وسائر الإخوة المسؤولي المراكز، وكذلك لا أنسى الترحيب بممثل المجلس الإسلامي الأعلى
والإخوة الأكارم رؤساء الأقسام وكل المدعوين الشرفاء، وكذلك لا أنسى الترحيب بمن هم أهل الله وخاصته الذين يتنافسون في كلام الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فبسم الله نبدأ. مرحبا بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطابق ماءكم من الجنة إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا اليوم المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The center manager for Burfood, so he really welcomed all of us to this particular gathering. We thank him for that. And then after that, we move to the second point, the third point, which is a remark from the judges. Somebody will give a speech or a remark on their behalf. That is Dr. Isa Job. هو سيتولى بإلقاء كلمة نيابة عن الحكم في هذه المسابقة المباركة، فليتفضل مشكورا. على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعمة، وهي نعمة الاجتماع هنا في هذا المكان المبارك، والتي جمعنا فيه مائدة القرآن. فالمرء يحمد الله عز وجل عندما يصطفيه الباري ويجتمع مع أناس يتنافسون حول كتابه. وأسلم مشايخي الكرام الذين حضروا هنا، بدءا من مدير المركز عون المباشر، ومدراء المراكز التابعة للجمعية، ومشايخي الشيخ أحمد سابلي، وكذلك شيخنا الشيخ محمد صالح، وجميع المشايخ الذين حضروا هنا. وألقي هذه الكلمات أصالة عني ونيابة عن الإخوة الكرام الذين شاركونا في التحكيم، الشيخ عثمان فوفانا وكذلك الشيخ مصطفى حسين. وجرت العادة كما أسلف المدير سالفا أن الجمعية تقيم هذه المسابقة سنويا، وسبق أن شاركنا في التحكيم هنا عام الماضي، والبرنامج دائما تسير نحو تميز، والإخوة يشكرون على ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا على هذا الوفاء. فلا شك أن الشيخ الدكتور عبد الله السميد رحمه الله يستحق أكثر من هذا بكثير، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يزيل له المثوبة على ما قام به من رعاية ودعم لأسر تعد ولا تحصى في شتى البلاد، سواء هنا في غرب إفريقيا وفي شرق آسيا. فالبرامج دائما أينما تذهب في العالم قد تلتقي بأناس يلهجون بالذكر اسم الشيخ ويترحمون عليه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه ويتقبل منه. والإخوة المشاركين في المسابقة يعني الحمد لله، يعني كانت الأصناف على ثلاثة أقسام: فرع كامل القرآن، وكذلك النصف وربع. والحمد لله تنافسوا منافسة مشرفة من الصباح تقريبا الساعة 9:30 بدأنا إلى الساعة 5 مع العصر وانتهوا، والنتائج ستذكر أمامكم إن شاء الله تعالى وترونها. والمنافسة كانت يعني شريفة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا. ولعل تقييم العمل في مثل هذه الأشياء، الإخوة القائمين على هذه المراكز لو كانت سجلت القراءات هذه التي قاموا بها، يمديهم أن يقوموا بتقييم شامل ليروا سير العمل للإخوة الذين ائتمنوا أو ائتمنوا بما يتعلق بقراءة الطلاب وحفظهم ونحوه. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يكلل الجهود بالنجاح، وجزاكم الله خيرا. ay kàddu yu néew rek lañ bëgg a sànni fii tuuti ci li nga xam ne moom moo ñu fi dajale woon depuis suba, muy ay xale yoo xam ne ñoo fi daje woon di jongante ci téere yàlla bi. ñu tuddee
competition bi musabaqatu aw jaizatu Cheikh Abdourahman As-Simid rahimahullahu taala yal na ko yàlla yërëm. Musabaqa bi bëri nañ di at bu nekk daanaka ñii dañ koy taxawal ay xale dajee fi di jongante. Ren jongante bi si ñetti pàcc la woon, kaamel bi yëpp la woon ak xaaju kaamel bi ak koota kaamel bi. Full kaamel bi amoon nañ fa lu tolloog 23 ñaar fukki xale ak ñett wala ñoo xam ne nii dañ doon jongante ci kaamel bi. Xaaju kaamel bi tamit am nañ fa fukk ak ñett, koota bi am nañ fa fukk ak ñett. ñii ñoo doon jongante depuis suba ba round 5 si lañ pare. Léegi results yi su soobee yàlla ñii dinañ leen ko dégnal si kanam tuuti. Ñu waxoon ne tamit ñu ngi sant ñi nga xam ne ni dajee nañ fi, di sant ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo organise lii di waa Awnul Mubashir, dalee ko si njiit bi ba si ñi nga xam ne nii ñoom ñooy liggéey seen ron. Di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yërëm ki nga xam ne moom lañ tuddee competition bi mooy Cheikh Abdourahman As-Simid, koo xam ne nii képp koo xam ne nii yaa ngi yëngatu ci mbiri social xam nga ko. Soo demee foo mun a dem si àdduna bi daanaka da ngay dégg turam ci ay mbir yoo xam ne nii daf koy taxawee wala daf ko taxawee woon ci dundam ci Afrique fii ak ci Sharq Asia. Nit ñoo xam ne ni moom moo leen taxawu di leen sponsor, ñu mokkal alquran ak ñoo xam ne ni moom moo yore seen liggéey ak ñoo xam ne dañuy woote si yoonu daal la ay mbir yoo xam ne ni yàlla rek xam nu mu toll. Yàlla na ko yàlla yërëm, yàlla nangul ko. Ñii tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo continuer di ko def lii di ko tuddee turam, ñoom tamit yàlla na leen yàlla fay ne li ñuy taxawee taxawaay bu rafet la. yàlla jéggal ñu ñun ñëpp suñuy bakkaar. Thank you so much, Mr. Dr. Job, for this clarification. Like he mentioned earlier, this particular program is annually conducted by Direct Aid, like we all know, established by Dr. Abdurrahman Sumaiti. He mentioned a lot of advantages of this man serving humanity or serving people in Africa. This man has achieved a lot of things in Africa and outside Africa. Like we would like to summarize like some of the things he really highlighted, that this guy was the person behind this particular company, establishing orphanages all around Africa, over 30 countries. He really sponsored over 9,500 orphans in the world, and particularly in Africa, and also some even said over 15,000 orphans, right? And 95 students sponsored by this Direct Aid established by Dr. Abdurrahman Sumaiti, and also built over 5,000 schools. 5,000 schools were built, okay? And also he was able to build training centers for women. Over 200 were established in Africa, and 860 schools established. Also, you have 100 Islamic centers established by this particular company, and the boreholes and wells dug by this company is over 9,000. So you can see the achievements of this company, led by the founder called Dr. Abdurrahman Sumaiti. He is doing this to serve humanity for the sake of Allah, and to transfer the message of Allah subhanahu wa ta'ala to the wider world. So this man deserves prayers. This man deserves all due respect to be honored by the world, the entire world. Thank you, Dr. Job, for this clarification and reminding. And also, he talked about the participants, how they do their judgings. Alhamdulillah, it went well and everything was okay. You have more than, they have 57 participants to this particular program or competition. They also from 15 schools. So we thank you so much, the Lajnatul Tahkim, the committee that stood up to see this program is successful, particularly in these important days and these important times. That is Ramadan Mubarak, particularly the last 10 days of Ramadan. Thank you so much. We really acknowledge your efforts. May Allah reward you abundantly. And then after that, we move to the fourth point, which is going to be Kalimatu Majlis Al-Ala Li-Shu'un Al-Islamiyya, the Supreme Islamic Council. We have a remark from them, inshallah. Their participant or representatives is around to give us their remarks. فليتفضل أستاذ سالم با. بسم الله الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدير جمعية العون المباشر مكتب غامبيا، مدير المركزي في بورفود هنا، والإخوة المشاركون في هذه المسابقة، لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السميت رحمه الله تعالى رئيس لجنة التحكيم، والإخوة المشاركون، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنيابة عن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في غامبيا فضيلة الشيخ عيسى فودي دابو حفظه الله ورعاه، نرحب بكم في حفل توزيع هذه الجوائز للفائزين، وكلكم فائزون بإذن الله تعالى. نشكر جمعية العون المباشر على ما قامت وتقوم وتقدم من أعمال جليلة في دولة غامبيا، من إجراء المسابقات القرآنية بين المدارس، وكذلك اهتمام الجمعية بالتعليم والتربية وكفالة الأيتام ومساعدة المحتاجين خاصة في هذا الشهر الكريم. ونشكر أيضا حكومة الكويت التي تدعم هذه البرامج، كما لا ننسى أيضا أن نشكر حكومة غامبيا على حسن تعاونها مع هذه الجمعية. ونشكر أيضا لجنة التحكيم الذين قاموا بأعمال جليلة من الصباح إلى هذا الوقت، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. كما أيضا نشكر الفائزين والمراكز التي شاركت. فمسابقة القرآن الكريم كلها فيها نجاح، ليس فيها خسارة، لأن الاستماع فقط، الذي يقرأ والذي يستمع وكذلك الذين في لجنة التحكيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازينا خير الجزاء، فكلكم فائزون. فكما لا ننسى أيضا أن ندعو لهذا الشيخ عبد الرحمن السميت رحمه الله تعالى بأن يدخله الله تبارك وتعالى جنة الفردوس الأعلى، وأن يجعل هذه الأعمال التي قدمها في حياته، وهذه الأعمال مستمرة بعد وفاته، أن تكون صدقة جارية له ولجميع العاملين في هذه الجمعية الأحياء منهم والأموات، رحمنا الله وإياهم جميعا. kon gannaaw buñ sante yàlla julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ci tour Supreme Islamic Council ñu ngi fi toogal, xam naa nag Cheikh Demba ñëw na, Demba Diallo mu ngi fi, ñu ngi wax si tour Cheikh Issa Fodé Dabo. ñu ngi am mbégte ak kontante ci teewaay bii nii, ngir ne jotaay yëpp jotaay bi moo si gën a am solo. xale yi nga xamante ne ñu ngi jongante ci téere yàlla subhanahu wa ta'ala, sentas yi nga xamante ne participé nañ, ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak seen ustaas, te ñëpp ay winners lañ, ñëpp dañ gagné, amul kenn ku perte, ngir ne jotaay alquranul karim amul benn jotaay bu nga xamante ne moo ko féetee kaw. kii di jàng ak ku koy déglu ak ñii di atte ñëpp dinañ am ci yool bi. te Supreme Islamic Council mu ngi kontaan ci Direct Aid ci seen taxawaay
ci ay fànn yu bari ci réew mi ci jàngale ci sponsor ay jirim ci yar xale yi ci faj mun naa wax ne bépp développement ci réew mi Direct Aid ñu ngi ci def seen loxo yàlla na leen yàlla fay te ñoom dañ ñëw di jàppale Supreme Islamic Council te dañ dee dimbalante tamit ak council bi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm jëlee ko ci mudir bi ba ci suuf comme nu ko Cheikh Issa Diop waxee ki nga xamante ne moom lañ tuddee musaabaqa bi mooy Cheikh Abdourahman Soumeyd kii ku bëggoon Afrika la te am na ñu bari ñu nga xamante ne daf leen tuubal ñu dugg ci lislaam sentas yi nekk ci biir Gambia fii comme nu ko kii waxee caamaan bi ci réew yu bari ñu ngi koy def kon ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu xaree ko jannatul firdaws yàlla subhanahu wa taala nangul ay jëf yu mu doon def bu mu dund ak gannaaw bu mu gaañoo lii nag tamit ñu ngi sant waa Koweït seen government bi ak Gambia government di ko jiital ci excellency président Adama Barrow ci jëflante bu rafet bu ñooy jëflante ak Direct Aid ngir ne ñu ngi dimbalante ak government bi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ma emale fi suma kàddu bi jërë ngeen jëf ñi nga xamante ne wiin nañ incha allah ñu ngi leen di ndokkeel ñi nga xamante ne dégguñu seen tur tamit comme nu ma ko waxee rek yéen ñëpp ay wiinas ngeen ñu leen di ñaanal tamit incha allah next year ñu fekkee ko yàlla def leen yéen tamit ngeen bokk ci wiinas yi jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Have a remark for NGO affairs. Mr. Jabo can really come up with his remarks. He is highly welcome. Firstly, I would like to thank Direct Aid, but before, my greetings to the director, the representative of Supreme Islamic Council present here, the judges, Direct Aid staff, the media, and all invited guests here. Direct Aid is one of those international organizations in this country that we are all proud of. They are very, very compliant. I heard the representative of the Supreme Islamic Council talking about some of Direct Aid's intervention. If we are to sit here and talk about the areas they intervene on, probably it's going to take us a long, long time. They are intervening in cross-cutting issues. We cannot list them here. We cannot name them. It's going to take us a very, very long time. All that we need to do now is to pray for the guy that has, what's his name again? Very well. We pray for him, Abdurrahman Simit. May his soul rest in peace. Because when I arrived, I listened to the speakers that spoke here. They said very, very good things that we can all learn from. No matter how big or small you have, always remember to help others. Learn to help others. And I think the kids here will learn from that. You heard people talking about the thousands of people this man has helped during his lifetime. That's a lesson to all of us. As individuals, we learn to help. He could have sat in Kuwait or in the Arab world with his money, with his education, just like others. There are thousands and if not millions out there that can do what doctor has done, but they did not come. And nobody know them. But this man has decided to sacrifice a lot. This is why we are sitting here today. So this is a learning point for all of us. I pray that those who were competing, may God give them long life so that at least they will serve humanity as well. Because I'm very, very proud of you guys. If you can recite the Quran at your age, that one alone is enough. The competition is just, I would not say a minor thing, but it's like something that will urge you or at least motivate you to do more as far as Islam is concerned. Do more. I'm pretty sure in future you will be able to achieve a lot. Direct Aid bokk na si
international NGOs yoo xam ne they are very compliant lu ñoo def si dëkk bi bëri na trop duñ ko mën a toog fii di ko lim bu ma yegsee maa ngi dégg representative yi Supreme Islamic Council mu ngi si wax tuuti rek waaye daf si laal tuuti rek yi ñoo laal lu ñoo def si dëkk bi bëri na trop duñ ko mën a toog fii di ko lim si wàlli competition bi lii du competition bu leen ko téye ne competition la ok ba pare amul kenn ku ñàkk Supreme Islamic Council representative bi wax na ko affaire alquran amul ñàkk soo gisee nit ñi yëpp bàyyi seen soxla yi ñëw toog fii am na lu ko waral soo kenn ñàkkul si yéen dafa nekk ne rek suñ luñ tuddee compétition rek dina am ñu ñëw jiital am ñu nekk si ginnaaw waaye ñu nekk si kanam ak ñu si ginnaaw ñëpp because ku nekk si kanam lu moo wax lu si ku nekk si ginnaaw xam na ko so jooj opinion la rek kii mun naa wax lii keneen ñëw mu nekk a different thing bu leen ko téyee dara lu serious yéen ñëpp a win you are all winners ngeen góorgóorlu nga xam ne ndaw ngeen you know because yéen la dëkk bi yaakaar ëllëg ngeen góorgóorlu bu baax yal na leen yàlla may fan bu gudda wér gu yaram ñun ñoom ñu fekkee seen njëriñ so ginnaaw loolu maa ngi gërëm directeur bi ak ñu fi toog ñëpp leen wax ne rek lii lu am solo la. والآن ننتقل إلى النقطة السابعة كما في القائمة كلمة مديرنا مدير العون المباشر مكتب غامبيا يعني هو الذي يعني يدير جميع الأمور الإدارية أو يقودها في هذه الدولة هو موجود معنا المدير عبد اللطيف العريهو نرحب به في هذه الحلقة وكذلك نؤتيه المايك ليفيدنا ما عنده لإدارة أمور أو شؤون عون المباشر في مكتب غامبيا جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أولاً أجدد الترحيب بجميع الحضور بجميع المشاركين المنظمين لجنة التحكيم كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج السنوي وهذا البرنامج كما يعلم الجميع من أهم البرامج التي تنفذها العون المباشر في غامبيا وفي كل الدول الإفريقية التي تتواجد فيها. نحن نسعد جداً بهذه المناسبة لسببين. السبب الأول أننا نحتفل بحفظة كتاب الله رب العالمين وهذا شرف للحافظ ولأبويه ولأسرته ولبلده ولمدرسيه ومربيه. والسبب الثاني أننا نحتفل بهذه المناسبة في شهر مبارك وفي أيام مباركة وهو شهر القرآن وشهر التلاوة وشهر التدبر في كلام الله رب العالمين. أريد أن أهنئ الفائزين وكما قال مشايخنا سابقا لا يوجد في كلام الله أو من يقرأ كلام الله أو يسمع كلام الله خاسرا ما دام أنه يقرأ حرفا واحدا ويأخذ 10 حسنات حتى لو لم يكن ضمن هؤلاء الفائزين الذين سينالون هذه المبالغ المالية وهي مبالغ محترمة. أنا أرى الآن أشاهد ظرف للفائز الأول وحامل لكتاب الله يصل إلى 100,000 دلسي 100,000 دلسي الجائزة الأولى وهو مبلغ كبير جدا لكنه لا يساوي شيء في الحقيقة أمام الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لحامل القرآن ولأبويه حينما يوضع على رأسه تاج الوقار يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يكون هذا الجمع جمع مباركا وأن يكون هؤلاء الحفظة لا يبتغون بحفظهم لكتاب الله لا رياء ولا سمعة ولا مبالغ مالية. المبالغ المالية ستنتهي ولكن أن يلقوا الله سبحانه وتعالى بهذا الأجر وبهذا العمل. نسأل الله التوفيق والسداد وتقبل الله من الجميع. Dear brothers and sisters, I just want to renew our welcome to everybody, to all the referee who participated in judging this event, and also congratulate all the participants for their effort to memorize the full Quran
as the competition was divided in 3 parts: the full Quran, half of Quran, and quarter of Quran. The rewards are very substantial. The total rewards are more than $500,000, including the first one who's memorizing the full Quran is 100,000 only. So that is a substantial amount, and we hope that this will encourage other students to participate and to make the effort to memorize. For those who were participating in the quarter or half of the Quran, maybe next year, inshallah, they will get into the 3rd place and participate in the full Quran, inshallah. So congratulations for all the participants. As our teachers and sheikhs said before, there is no loser in reading the Quran. There is no loser in participating and not winning. You are always a winner, because for every single letter you read, you get 10 hasana, which is very important. So please carry on, continue to memorize and to read, because that is the real success in Akhirah, inshallah. Thank you very much for your participation. Director, we really acknowledge what we really advise the participants. Like, there is no loser in this particular competition. You all have your rewards. In fact, the 100,000 is equivalent to nothing in front of the reward that you're receiving from the recitation of the Holy Quran. So let's keep it further and then tie our belt and struggle further to get it or to memorize it better. After that, we are going to the almost the last point, because we don't have much time now. But before that, I will acknowledge the presence of the Head of Finance, Ali Muhammad. You are also welcome. After that, we go to the prize awardings, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, where we will be giving the prizes to the various winners or the various people to collect the cash reward. But we are all winners, don't forget, okay? We start with the quarter Quran, that is Rubu, the winners that supposed to receive the awards. Yes, الترتيب الثالث الذي أخذ الترتيب الثالث هو الطالب عبد القادر جابي، يتقاضى مبلغ 10,000. Yes, we starting with the quarter Quran to give the awards. Those who win, inshallah, is the student called Abdul Qadir Jabi, is the one. It's in Farado, right? Farado. Marcus. The guy who took second position in the quarter Quran is Muhammad Ali Usow, the Madrasa Quraniya fi Jalamba, the Quranic memorization school in Jalamba. Yes. MashaAllah, وهي Aisha Muhammad Sen. Aisha Muhammad Sen is the first winner on the quarter Quran, Thuluthul Quran. Aisha Muhammad Sen. من مدرسة كردكودة مدرسة كردكودة. It's from the Quranic memorization school in Kerdekode. She is the one who took first in the quarter Quran and received the prize award of $25,000. $25,000. We now move to the other level, that is Nisful Quran, half of the Quran. Half of the Quran, the winners for the half of the Quran. The third winner for the half of the Quran is Omar Jobati. Omar Jobati. Madrasa Al-Qur'aniyya fi Kudang. From the Quranic school, memorization school in Kudang. Omar Jobati. The amount for the third winner on the next Quran is $20,000. $20,000. $20,000. وهو محمد حيدرة. محمد حيدرة. محمد حيدرة من مركز الكويتي. محمد حيدرة من مركز الكويتي. وعنده $25,000. The second winner for the half of the Quran is Muhammad Haidara from the Quranic memorization school in Farad.
$25,000. $25,000. On the Nisf Quran, that is half of the Quran, the guy who took first is going to receive a cash prize of $50,000, which is Muhammad Hashim Jallo. Muhammad Hashim Jallo. Madrasa Qur'aniya fi Fas. Madrasa Qur'aniya fi Fas. The manager will be the one to give the award. MashaAllah, Benisa Zazai, thank you so much. Your own is coming, huh? He received the cash prize of $50,000. 50, MashaAllah. And we start with the third winner. The third winner on that is going to be a student. I know this one is from Markaz Burfoot, which is Abdullah Demba Sise. Abdullah Demba Sise. MashaAllah, Abdullah Demba Sise. Abdullah Demba Sise. من مركز برفود من الفائز الثالث لهذه المسابقة، ويتقاضى مبلغ إن شاء الله قدره $30,000. $30,000. بارك الله فيك يا عبد الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. $30,000. He is going to receive an amount of $30,000. He is the third winner on the Kamil al-Quran, that's the entire Quran. Thank you, Abdullah. And then the center manager for Farafenye will be the one to give the reward. MashaAllah. Thank you, Usman Fadlullah. Barakallah fi jazakallah khair. Winner on the entire Quran, which is Abu Bakr Al-Amin Dabo. From which center? من مركز فرافني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. من مركز فرافني. ما شاء الله. Abu Bakr Al-Amin Dabo. Abu Bakr Al-Amin Dabo from Farafenye Center is the second winner. Adam is the second winner for the entire Quran with a prize of Abu Bakr Al-Amin Dabo, and the center manager for Tubakuta will be the one to award him the prize. جزاك الله خيرا. ما شاء الله هو يتقاضى $50,000 لكامل القرآن. الفائز الثاني لكامل القرآن. ما شاء الله. To the last one, which happened to be the first الذي أخذ الترتيب الأول في كامل القرآن. ما شاء الله. والذي يتقاضى من المبلغ يكون $100,000. $100,000. This is the winner, the first winner for the entire Quran, and he is going to receive the prize, cash prize of $100,000. $100,000. This is Yusuf Jamil Sise. مركز القرآنية في جلمبا. ما شاء الله. مركز القرآنية في جلمبا. والمدير يتولى بتقديمه إن شاء الله مدير عون المباشر مكتب غامبيا. ما شاء الله. يوسف جميل Sise is receiving a cash prize of $100,000 for being the first winner of the entire Quran. That this man has memorized the whole Quran. MashaAllah. Barakallahu fi ilmiki. Jazakallah khair. From the Quranic Memorization Center in Jalambang. Quranic Memorization Center. Barakallahu fi 2025. 2025. 2025. ما شاء الله هم الفائزون لمسابقة أو جائزة الدكتور عبد الرحمن السميتي رحمه الله. خلي نكف شوية حتى ما شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. Konto iruda? Sarde ko ñoom. First time ida wada competition? Ala. Ka wodo gagnade. Allah beidu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا. نحب فقط نعرف أن كان هناك ترجمة مختصرة عن الدكتور عبد الرحمن السميت خادم الأمة وسفير إفريقيا. We just want to ask some few questions. I know you are giving a summary of the biography of Dr. Abdurrahman Sumait. As usual, let's hear, we ask few questions. And today's question is, one, in what day Dr. Abdurrahman Sumait was born? What day? Is it Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday? Which of which? Yes. He was born on what day? Anybody, any answer? في أي يوم ولد دكتور عبد الرحمن السميت؟ في أي يوم? What day? If you know the day, okay. If you don't know the day, let's go to the date. What date exactly? What date exactly? Yes, okay. What date? 15th of October. 15th? 15th of October. October 1947. 1947. That's correct. 15th October 1947. Okay, what was the day? What was the day? The coinciding day. Yes? No. Yes? Pardon? Wednesday. That's correct, but I think it's a coincide. It's Wednesday. He was born on Wednesday and passed away on what day? He passed away on what day? 2013. The date. The date and the day. The day first. The day. What day? Yes? Pardon? No, we are talking about the day first. Okay? Then the date. 15 August of what year? Yeah, of what year? 15th August 2013. That's correct. He passed away on 15th August 2013. He lived for 65, 66. Some people say 65 and some people say 66. So since he passed away, it's now 12 good years. 12 good years since he passed away. But the day he passed away is on Thursday. He was born on Wednesday and passed away on Thursday. So Thursday is the actual date. Okay, the next question is, Dr. Abdurrahman Sumait, how did he come to know about Africa? Because he's born in Kuwait. What inspired him? Why he think of Africa? Why? Any answer? لماذا كان اهتمامه بإفريقيا؟ ما الحافز؟ ما الذي شجعه؟ Yes? You know, Dr. Abdurrahman Sumait, when he was young, as an adolescent, in the middle and high school,
He used to read a lot. He used to read a lot of books. He always wanted to know what is happening. And there was a day he was reading something about Africa. He learned that in Madagascar, some part in Sudan, in Niger, and other countries, people are not learning, or they are not getting the correct Islam. And they were attacked by the non-Muslims, the Christians. They were Christianizing the people whom you know their parents are Muslims. And now they are Christians because of this Christianization. So what happened is, after reading this, he said, oh, then I have to do something. Let me think of my people in Africa. They are our brothers. They are our sisters. This is the way how he started. And he was a scout. He was a scout, a boy scout. He used to go to the bush, to the forest. He learned a lot. So that one encouraged him to think of the poor people and the needy in Africa. Another question, there was a magazine, Majalla. This Majalla, he initiated it. And he was the chief editor. What is the name of that magazine? What is the name of that Majalla? Any answer? Yes, you can. You can. Al-Kawthar. Yes, it is true that the Majalla is called Al-Kawthar, wherein you will have a lot of anything, any development about Africa and Dawah is found in this magazine, in this Majalla. Majallatul Kawthar, where people will embrace Islam. Over 11 million people embrace Islam through his own effort. Allahu Akbar. So this, we have to learn from him. We have to imitate him in order to spread Islam, to reach the people whom you know, they need to know the correct religion. So I think I have to stop here. We come to the end of the program. Like we all know, in summary, is the competition, Quranic competition for the Dr. Abdul Rahman Al-Sumaiti, annually, that normally took place in Direct Aid, sponsored by Direct Aid on an annual basis. So this is how the program ended. And Alhamdulillah, we have a lot of people, a lot of students that actually receive good prizes that can be a game changer for them. And people receiving from 100,000 to 50,000 and then to 10,000. The minimum price, cash price received was $10,000. This is a way of encouraging people in this sector, particularly in the Quranic memorization schools. Alhamdulillah, we've seen the effort of this company, and under the able leadership of Abdul Latif Nurahu, the director of Aunu Mubashir, Maktab Gambia. We thank you so much and your team. We really congratulate you for making efforts to make sure these programs are implemented. And we will not also forget about the center managers, all those representing the agency in the various centers. All of them, we will never forget you, and we remember you. We thank you so much for your effort. And actually, we will thank the head of finance, who is also technically, financially behind the transactions. We thank you so much for your efforts to make sure these particular programs are successful. We thank everyone, and we will not forget all those representatives coming from other institutions like NG and all others. We thank you so much, and we really honored your presence, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. And our able HR manager, we thank you too for supporting your staff. Jazakallahu khaira wa barakallahu fikum. And fihi iftar aidan, there will be fast breaking insha'Allah. After prayers, you are all welcome back to the same venue. Thank you so much. مغفورين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مأجورين غير مأجورين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. اللهم وفق أولادنا لحفظ كتابك. اللهم ثبت القرآن في صدورهم. اللهم ثبت القرآن الكريم في صدورهم يا رب العالمين، واجعلهم عاملين به يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وعافنا من كل بلاء ومن كل فتنة من كل مصيبة يا رب العالمين.
اللهم لا تجعل آخر سباق لنا في هذا المكان. اللهم وفقنا لأعوام عديدة لمثل هذه المسابقات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر عبدك عبد الرحمن سبيد ولمن تعاون معه في هذا العمل الجليل. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أعظم أجورهم واجعل هذا كله في ميزان حسناتهم يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين